طب بنستخدمه في ايه؟ اولا رفع الخدود واعادة الحجم ليها بعد ما نزلت من التعب والزمن والخسسان والامراض والبلاوي. 2 خطوط الابتسامة اللي هي النيزوليبيال فولدز او الماريونيت لاينز اللي بتظهر لما بنضحك او بتحسي ان انت مكشرة طول الوقت. 3 تعريض الفك او نحت الدقن الجو لاين يعني بطريقة طبيعية، وممكن يتحقن في الدقن نفسها علشان يبرزها لو هي راجعة لورا، ودي اللي بنسميها ريسيدنج تشين. رابعا علاج التجويف اللي تحت العين اللي كلكم تقريبا بتشتكوا منه، بس ناخد بالنا ان علاج التجويف تحت العين مش بيعالج لوحده. لو في اي عيوب اخرى في الوش لازم نصلحها قبل ما ندخل على هذا التجويف علشان النتائج بتاعتنا تبقى مرضية للمريض. وناخد بالنا برضو ان الحقن في المنطقة دي لازم يكون على ايد دكتور خبير وشاطر، علشان احيانا بيحصل منه اعراض جانبية لان الجلد هنا رقيق وممكن يحصل تورم اسمه تندل افكت. 5 تجميل الشفايف، وخدي بالك ان انا قلت تجميل الشفايف مش نفخها، لازم نستخدم مخنا يا جماعة. الشكل اللي احنا عايزينه يبقى طبيعي، الحاجات الاوفر دي مش حلوة.